الذي بشرنا بهذا هو الصادق الذي بذل وقته وروحه ودمه لنصرة دين الله جل وعلا. يعني اوعى تفهم الأحاديث فهما مقلوبا على غير مراد رسول الله، ان احنا نتوكل على الله نقول بقى خلاص ما فيش ايمان ولا عمل ولا جهد ولا جهاد ولا بذل، اطلاقا اطلاقا، هذا فهم خاطئ مقلوب. وإلا فالذي بشرنا بهذا هو الصادق الذي قال له ربه قم فأنذر فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه جل جلاله. لابد من الفهم الدقيق والوعي العميق لمراد الله ومراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. قال رسول الله، وكلامنا هو كله كلام النبي، أصله ما ينفعش تتكلم في الأمور دي بكلام من عندك، ما ينفعش تقول رأيك كذا، ده كلام قرآن وسنة، لأن أنت الآن بتتكلم عن غيب. اسمع ماذا قال. الحديث رواه الطبراني والترمذي والبزار وابن حبان وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لتملأن الأرض جورا وظلما. يا سلام، أظن ما فيش مكان الآن خالي. لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا مني اسمه اسمي محمد واسم أبيه اسم أبي ابن عبد الله، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت الأرض جورا وظلما، فلا تمسك السماء شيئا من قطرها ولا تمسك الأرض شيئا من نباتها، فيمكث فيكم 7 أو 8 فإن أكثر ف9. يبقى المهدي محمد ابن عبد الله من نسل الحسن ابن علي ابن فاطمة بنت سيدنا رسول الله، محمد ابن عبد الله العلوي الحسني الفاطمي من قريش من نسل فاطمة بنت رسول الله، يصلحه الله في ليلة، يهيئه الله في ليلة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان ربي العظيم. قال الحافظ ابن كثير في زمانه تكون الزروع كثيرة والثمار غزيرة والدين قائم والسلطان قاهر والعدو راغم والخير في زمنه دائم. يظهر فين؟ في مكة، يبايع عند الكعبة وهو كاره. ايه الكلام الخطير ده؟ تم فيه كثير من الناس خرج وادعى أنه المهدي. من أجل ذلك أخبرنا الحبيب النبي بعلامة نبوية واضحة، إذا ظهرت العلامة علم المؤمنون في الأرض أن الذي خرج في بيت الله الحرام هو المهدي. يا رب سلم. النبي قال كده، قال العلامة دي. إيه العلامة دي؟ خلي بالك، روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في منامه. نبي نايم في ليلة من الليالي عند السيدة عائشة، اتحرك وفيه قلق وفيه استيقاظ وفيه. عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في منامه فقالت يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تفعله، صنعت شيئا لم تكن تفعله. اسمع النبي قال ايه؟ قال عليه الصلاة والسلام العجب. الله، ده كان النبي نايم وراءه، رأى ما سيقصه علينا الآن. ماذا رأى؟ قال العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البيت الحرام، يؤمون يعني يتجهون ويقصدون البيت الحرام، يؤمون البيت الحرام لرجل عائذ بالبيت، لرجل عائذ بالبيت أي لجأ إلى بيت الله الحرام، لرجل عائذ بالبيت. اسمع، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض أو بالبيداء يعني بالصحراء خسف بهم. هي دي العلامة، حتى إذا كانوا بالبيداء أي بالصحراء خسف بهم. قالت عائشة يا رسول الله فإن الطريق يجمع الناس. قال نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. كل يبعث على نيته. اللي كان خارج مع هذا الجيش عشان يقتل المهدي خرج،
واللي كان خارج لمصلحة مات وسيبعث على نيته، واللي كان خارج لطاعة مات وسيبعث على نيته، يبعثون على نيتهم. في رواية في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيعوذ قوم من أمتي بالبيت ليست لهم عدة ولا عدد ولا منعة، فيخرج إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فلا يبقى منهم إلا الشريد الذي يدل أو يخبر عنهم. يا الله، ده كلام خطير، كلام فعلا رعب. صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق. ده النبي بيوصف المسائل بغاية الدقة وغاية الوضوح. يبقى أول ما يطلع، طيب ما في كتير طلع، لكن تعرف ان ده المهدي ازاي؟ أول ما يظهر اسم المهدي ووكالات الأنباء تشتغل، يخرج إلى المهدي جيش من المسلمين. ليه؟ لقتله وللقضاء عليه، فينصر الله المهدي نصرا قدريا لا كسب فيه لأحد. ينصر الله المهدي فيخسف الله بهذا الجيش الأرض، فلا يبقى إلا الشريد، قلة قليلة. سبحان الله. فيعلم أهل الأرض في الأرض أن هذا الذي خرج هنالك هو المهدي. سبحان الله. أمور كلها بتتغير، وفي أوقات الله عز وجل يهيئ الكون ويدبر الأمر. الكون كونه والملك ملكه سبحانه وتعالى. وينصر الله عز وجل المهدي والموحدين معه الذين سينطلقون لمبايعته من أنحاء الأرض. سينصر الله المهدي والموحدين معه في كل أنحاء الأرض نصرا مؤزرا بفضل منه تبارك وتعالى.